النهاردة أنا جايبة لكم أكلة جديدة طعمها خطير، سهلة وسريعة واقتصادية، ما فيهاش لحوم، وكمان هتعجبكم جدا جدا أنا متأكدة. أنا جبت الطاسة وحطيت فيها شوية زيت وهستنى لما يسخن الزيت جدا. وهنا أنا كنت مقطعة بصلاية مكعبات بالشكل ده صغيرة. بقطع البصلة على إيدي علشان ما تشربش زيت كتير يعني، وبعدين بتنجز معانا بسرعة. هقلب البصلة لغاية ما تاخد لون ذهبي خفيف، مش هنستنى لما تغمق عشان تبقى خفيفة عن المعدة. أول ما توصل للون ده ضيفوا ملعقة صغيرة من التوم المفروم، يعني حوالي 5 فصوص كده من التوم. ميكس التوم مع البصل بيدوكوا طعم جميل جدا. بقلب فيهم كده لغاية ما يبقى برضو لونهم ذهبي، مش هنستنى لما يغمقوا ولا حاجة. وفي الوقت ده انا كنت مقطعه فلفل الوان، لو عندكم فلفل اخضر مش الوان يعني زي الفل. بقلب الفلفل مع البصل والثوم كده شويه حلوين لغايه ما الفلفل يعني نحس ان هو كده ابتدى يدبل. في الوقت ده انا كنت مقطعه حوالي 4 حبات من الطماطم، قطعتهم مكعبات صغيره. بقلب الطماطم مع الميكس الجميل ده لغايه ما الطماطم كده تدخل في مرحله الغليان وتبتدي كده ايه تتسبك. كل شويه بديها تقليبه. وبعدين هنضيف صلصة، أنا بضيف طبعا صلصة بيت اللي انتوا عارفينها، يعني بعملها كده في البيت. بضيف الكمية اللي أنا حباها، يعني لو انتوا حابين صوص الطماطم ده يبقى كتير زودوا، لو حابين يبقى معقول يعني ممكن نستخدم مثلا قد كوباية إلا ربع من الصلصة دي. أنا الصلصة بتاعتي مركزة. قلبتها كويس كده وهنستنى لما الميكس ده يتسبك كويس مع بعض. يعني احنا مش هنضيف المكون اللي بعد كده غير لما نتأكد ان هما كده ايه اتسبكوا كويس مع بعض. تعالوا نضيف التوابل. ضفت نص ملعقة من الكمون ونص ملعقة من الفلفل الأسود، طبعا تقدروا تقللوا أو تكتروا في التوابل يعني براحتكم خالص. وهضيف ملعقة صغيرة من البابريكا بتظبط لي طبعا اللون والطعم. وضفت ملعقة صغيرة من خلطة البهارات المشكلة بتاعتي، يعني أي نوع بهار انتوا بتحبوه ضيفوه. لو في نوع بهار مش موجود عندكم مفيش أي مشكلة، كده كده صدقوني الأكلة طعمها يجنن. ضفت كمان ملعقة صغيرة من الملح. هقلبهم كويس مع بعض، وريحة التوابل دلوقتي يعني عايزة أقول لكم خطيرة. بقلب الحاجات الجميل ده دي كويس كده مع بعض. طبعا زي ما انتوا شايفين ابتدت تغلي الصلصة وتتسبك، هستنى بس لما تتسبك. بصوا هي بتغلي اهي قدامكم، من وقت للتاني طبعا بنديها تقليبة. في الوقت ده انا كنت منقعه كوبايه من العدس بجبه. العدس بجبه طبعا غني بالبروتين والفوائد الغذائيه الكتيره جدا، وهي دي اللي هتخليني الاكله بتاعتي النهارده فعلا صحيه ومغذيه ومشبعه. انا نقعت كوبايه العدس بجبه ده حوالي ساعتين في ميه مغليه. اللي نقعتها ساعتين علشان تنجز معايا، علشان الاكله كلها ما تاخدش معانا كده نص ساعه. بعد ما قلبت العدس مع التسبيكة دي واتشربت كده شوية، ضفت كوباية من المية المغلية برضه عشان تنجز معايا. بقلبهم كويس مع بعض، وأول ما يغلوا كده أنا بغطيهم علشان إيه العدس يتشرب من التسبيكة الجميلة دي. ولازم نهدي النار علشان طبعا يعني يستوي شوية كده براحته وما يشتش، لأن انتوا عارفين الصلصة ممكن تشت لو عليتوا عليها النار. استنيت كده حوالي نص ساعة، هو ما بياخدش وقت خالص، ممكن ياخد معاكم تلت ساعة برضو مش نص ساعة. ده على حسب الوقت اللي انتوا نقعتوه فيه يعني. خلاص كده انا لقيت ان العدس بجبة استوى، فكنت سلقة كيس مكرونة. طبعا اي شكل مكرونة انتوا بتحبوه ممكن تستخدموه. سلقت المكرونة دي 3/4 تسوية، يعني لازم تكون فيها حتة تكة كده. ليه؟ علشان انا حابة ان المكرونة تكمل التسوية بتاعتها في التسبيكة الجميلة دي وتتشرب منها فتكمل التسوية، وفي الوقت نفسه تطعم من الاكلة الجميلة بتاعتنا النهاردة. بسيب المكرونة كده شوية، يعني حوالي كده 5 دقايق بالكتير على نار هادية جدا جدا. لغاية ما تغليلها كده غلوتين. وخلاص كده المكرونة طبعا مستوية وجاهزة، والوصفة بتاعتنا اصلا كلها خلاص بقت جاهزة. تعالوا بقى نغرفها مع بعض، وهقولكوا على اكتر من اختيار ممكن يعني تستخدموا فيه المكونات الجميلة دي. زي ما اتفقنا النهاردة احنا عملنا المكرونة بالعدس بجبة بالخلطة الجميلة اللي احنا سوينا فيها العدس بجبة. ممكن نغرفه بالاطباق ويتاكل كده عادي، يعني هيبقى ايه زي الفل. وممكن برضو تحتفظوا بالعدس بجبة، يعني انا خليت شوية كده اهو
من غير مكرونة. العدس بجبة بالخلطة الجميلة دي ده لوحده وجبة مستقلة بذاتها. طعمه جميل جدا جدا، ممكن يتاكل بالعيش كده من غير المكرونة، وممكن تعملوه بفكرة المكرونة اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي. عايزة اقولكم الوصفة دي طعمها يجنن، طعمها حلو جدا جدا ومشبعة ومغذية وكمان سريعة. بصوا انا بحب يعني اخد كده شوية من العدس على طبق المكرونة، بيبقى طعمه جميل جدا جدا. شايفين بقى التسبيكة مع العدس مع المكرونة، يعني كمية مكونات جميلة جدا جدا هتديكوا أكلة طعمها رائع. زي ما قلت لكم ممكن يتاكل عادي كده مع المكرونة بالملعقة، او ممكن العدس ده لوحده بالتسبيكة الجميلة دي من غير مكرونة يتاكل بالعيش كده. عايزة اقول لكم طعمه رائع، صدقوني طعمه اكتر من رائع. فانتوا قدامكم الفكرتين، يعني استخدموا طبعا الطريقة اللي انتوا حابينها، او ممكن تجربوا الاتنين زي ما انا عملت كده النهاردة. يا رب وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، لو عندكم افكار تحبوا انفذها لكم برضو اكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم من كل قلبي، وما تنسوش اللايك والشير.